لما تيجي تسألني هو يعني ايه رمضان، لازم انا وانت نفتش في معاجم اللغة العربية. هنجد رمضان من الفعل رمد. يعني ايه رمد؟ يعني اشتد حره. يعني ايه اشتد حره؟ يعني سخن، التهب، بقى والع، مكفهر كده. طيب ايه علاقة ده بالشهر الفضيل رمضان او بكلمة رمضان؟ اكمن رمضان الصائم فيه بيحتر جوفه من شدة العطش، ومن هنا جت العلاقة ما بين الفعل رمضة وكلمة رمضان. لكن عايزين نوضح ان هذا الشهر الفضيل كان معروف باسماء اخرى في بلاد العرب في الجاهلية. كانوا يقولوا عليه شهر ناتق، ويقولوا عليه شهر ناتل، ويقولوا عليه شهر ناطل، ويقولوا عليه شهر ذيمر، ويقولوا عليه شهر زاهر. كل دي كانت اسماء لرمضان في الجاهلية. برضو من الجميل في اللغة العربية ان العرب ما كانوش يقولوا رمضان مجردة ابدا من كلمة شهر، يعني لازم تيجي مضافة لكلمة شهر. يعني لازم تقول مثلا قابلتك في شهر رمضان، ما ينفعش تقول في رمضان دغري. وبقى في قاعدة طلعها بقى علماء اللغة ان الاشهر اللي بتبدأ بحرف الراء زي ربيع ورجب ورمضان لازم تيجي مضافة لكلمة شهر. ده من حيث اللغة. حتى انت برضو من رمضان تيجي كلمة تانية اسمها الرمضاء. يعني ايه الرمضاء؟ يعني الارض الساخنة، الارض اللي سخنت من وقع الشمس عليها، او الحجارة المحماة اللي بيشوى عليها مثلا اللحوم وكذا. كل ده يسموه الرمضاء، الارض السخنة. ومن هنا كل المعاني دي بتصب في فكرة الصعوبة وحر الجوف اللي بيصيب الصائم وهو طبعا في نهار رمضان وبيتحمل هذا. ومن هنا جاء ارتباط كلمة رمضان بالفعل رمضة، والرمضاء زي ما قلنا الأرض السخنة. ودي كل الحكاية بس يا سيدي، ورمضان كريم.